عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هو ينفع نعمل كيكة من غير بيض؟ ينفع؟ تعالوا نجرب كده. كوباية سكر، 3/4 كوباية سكر، هنحط عليها كوباية مية مغلية. هنجرب مش احنا بنعمل اكلات اقتصادية؟ هنجرب كده من غير بيض هتطلع ايه رأيكم؟ هنحاول بقى ان احنا ايه يعني بقدر الامكان. هي طبعا ميه سخنه فهتدوب السكر بسرعه، يعني كانك بتعملي الشاي، فاهماني؟ هنحط عليها بقى ايه، بس لازم ايه تتاكدي ان السكر ده الاول في الميه السخنه قبل ما تحط عليها اي حاجه تانية. يعني لازم ما يبقاش فيه السكر ده لسه هو باين، ما يبقاش فيه سكر باين خالص. نفضل نقلب كده لغايه لما السكر يدوب اهو كده. ده نفضل نقلب لغايه لما السكر ايه يدوب خالص. ماشي. هنا بقى انا معايا كاكاو، هنعملها بالشوكولاته. نحط عليها كده ايه قيمه معلقتين كده كاكاو. ماشي. باكو بكم برضه وندوبه برضه. هنجرب يا ولاد ورب تطلع حلوه. خليكوا بس معايا للاخر كده. عايزه اقول لكم على حاجه. بقابل ناس كتير يا عيني في الشارع، بيبقى ربنا يعني كرمهم وكده، ومثلا يجي مثلا واحد غلبان يقول له مثلا حاجة، يعني بيبقى ربنا يبارك له، يعني ركب عربية احلى موديل وكلام من ده. بيجي واحد غلبان يروح قايل له ايه، روح ربنا يسهل لك، او يطلع من جيبه 2 جنيه ولا حاجة ويديهم له. انا عايزة اقول حاجة بس، انت مفكر ان اللي انت ان ربنا رزقك. انا شفت المنظر ده قريب عشان كده عايزة اتكلم فيه. انت مفكر ان الفلوس اللي معاك دي بتاعتك؟ دي من عند ربنا مش بتاعتك. هو لو جالك دي يبقى ربنا بعته عايزك تديله من الرزق اللي انت واخده. فهو ده الارزاق دي بتاعت ربنا. انت بتشتغل بتتعب ان انت ممكن تشتغل وتتعب وما تاخدش حاجة في الاخر، صح ولا لا؟ او فلوسك تتسرق او يحصل لك اي حاجة لا قدر الله، محدش عارف النصيب فين. طيب انت دلوقتي ربنا رزقك بمبلغ لازم تطلع منه لله. انت ربنا كرمك ليه كده؟ بزعل قوي من اللي بيعمل كده، لان المنظر ده انا شفته قريب فاتضايقت قوي، فقلت اما احكي معاكم. يعني فيا جماعه الرزق ده بتاع ربنا، لازم انت معاك لازم تدي هنا وهنا وهنا، ودي صدقه جاريه عليك وعلى بيتك وعلى ولادك وعلى صحتك. انا نفسي والله العظيم يا جماعه بكلمكم بصراحه، نفسي ربنا يكرمني والصفح دي تشتغل واطلع اطعام. انا نفسي بجد، يعني نفسي اوي اعمل كده بالذات في رمضان وفي الدنيا دي كلها. اتمنى ربنا يكرمني والصفح دي تشتغل ويجيلي رزق منها، يا ريت. بس هي ما اتفعلتش لسه. واطلع اطعام اقعد واوزع، هبقى مبسوطه. لسه ربنا بس يسهل عليا ويديني. والله العظيم نفسي، وربنا عالم بنيتي. وانا وولادي، يعني انا وولادي نفسنا في الحته دي. حتى ولادي هم قالوا لي نفتح صفحه، قالوا لي عشان كده. فرب يكرمنا يا رب ويرزقنا جميعا يا رب، ويرزق الجميع عشان ندي للفقراء وربنا يدينا. شوفوا يا جماعه، حطيت بيكربونات صودا واديها كوبايه دقيق
نبتدي بقى ان احنا نحط عليها ايه كمان ايه 3/4 كوبايه دقيق تاني كده اهو. هي عايزه كمان شويه دقيق، وندهن صينيه ونحطها ونشوف بقى هتطلع ايه. شوفوا يا جماعه المنظر اهي. ندخلها بقى الفرن وما تطلع بقى ايه نشوف هيحصل ايه. يلا ربنا يستر. شوفوا يا جماعه لما طلعت على فكره بصوا طريه تحفه ازاي، طريه والله تحفه الحمد لله يعني طلعت حلوه. هنا بقى هنعمل ايه اللي فوق الوش دوت ايه 3 معالق كاكاو، 3 معالق سكر، 3 معالق نشا كبار تمام. ونحط عليها كوبايه ميه كده عاديه اهو. نبدا ايه ندوب كل ده وهو مش على النار. احنا عايزين نعمل كله اقتصادي بحيث ان انت لو ما عندكيش حاجه في البيت تقدري تعملي للاولاد ايه حاجه حلوه. ديت بقى كوبايه لبن اهي نروح حاطينها عليها. نبتدي بقى نقلب كده نحطها بقى ايه على شويه يا جماعه اهي بدات تتقل اهي كده خلاص. هنروح بقى طافيين عليها. نبتدي بقى ان احنا ايه نحطها كده اهو على الكيكه. ثواني يا جماعه. نبتدي بقى ان احنا ايه نمسكها كده طيب ولا نسقيها ولا اي حاجه. هي الكيكه اصلا طالعه طريه. شوفوا هي سخنه ازاي، شوفوا اهي ماشي كده. تحسي ان هي ايه اه شايفين المنظر. نرش عليها بقى شويه اي حاجه عندك جوز اي حاجه. شوفوا يا جماعه حبه جوز اهو كده فوق الوش. ندخلها بقى التلاجة وما تطلع بقى ندوق. عملنا حاجة اقتصادية الحمد لله. يلا ندخلها بقى التلاجة وما تطلع بقى ندوق مع بعض. شو يا جماعة انا بقى اتلقيت ايه ما اتلقيتش عندي اتلقيت عندي شوية زبيب قصدي رحت حطاه. بصوا انا هقطعها قدامكم كده عشان تصدقوا ان هي ايه طلع حلو اهي. ثواني امسك كده يا محمود امسك معايا صور كده اهو ايوه. انا بطلع كده شوفوا المنظر شوفوا عشان بس تصدقوا. شوفوا عامله ازاي يا لهوي شوفوا اهي طريقه ازاي. استنى جيب حته كمان شوفوا. اقلب بقى هنقلب بقى ونوريكم يعني. يلا اهي يا جماعه شوفوا انا من غير بيض بجد يعني. شوفوا طريقه ازاي اهي طريه والله. يا لهوي يا لهوي على الطعمه. طب والله دوقوا واحكموا. دوقوا وقولوا لي ايه رايكم بامانه من غير بيض. ها طعمها شبه التورته اللي في الشارع. حلوه قوي. قولك التورته اللي في الشارع. شكلهم اللي في الشارع ما بيعملوش بقى بيض بيوفروا بيض. والله ميه وسكر ودقيق حبه كاكاو. لا والله طعمها جميل قوي. الله الحلاوه دي لو فكرتها تفشل. قلت هو انا لسه هجيب بيض فالموضوع معايا. قلت انا لسه هجيب بيض فالموضوع معايا كان الله حلوه قوي حلوه. جربوها والله العظيم جميله قوي من غير بيض ميه وسكر وشويه دقيق وكاكاو. شفتوا بقى الجمال مفيش بقى بعد انت كده. خلصت اول واحده. العيال قروا عليا العيال قروا عليا يرضيكوا كده. والله بجد حلوه جدا وهشه انا لو وحشه ما بنزلش الفيديو. لما حاجه بتبوظ معايا ما بنزلهاش. اقول حرام عليا الناس تكلف حاجه وتجيبها وفي الاخر تدعي عليا وتقول يا ريتني ما مشيت وراها. طب ليه
فدي حلوة هي، واقتصادية ومش مكلفة، وحاجة حلوة للعيال من غير اي حاجة، ولا تحط بقى دقيق ولا ولا تحط لبن عليها عشان تطرى ولا حاجة، لا هي طرية وجميلة اقتصادية ومن غير بيض. جربوها وتعجب. اسمعوا مني، ما تنسونيش بقى في لايك وكلمة حلوة منكم، واشوفكم على خير. باي باي.